تتجه أنظار الجماهير العربية غدا إن شاء الله إلى مركب الجوهرة في مدينة جدة، حيث قمة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي. المنتخب السعودي يحتاج فقط إلى التعادل في هذه المباراة لحسم التأهل، فيما يجب على المنتخب العراقي الفوز لحسم التأهل. المنتخبان سبق وإن التقوا في 36 مقابلة سابقة، حسم منها المنتخب العراقي 17 مباراة، فيما فاز المنتخب السعودي في 10 مباريات وانتهت 9 مقابلات بالتعادل. سجل المنتخب العراقي 55 هدف، فيما سجل المنتخب السعودي 31 هدف. في التصفيات المونديالية بالضبط التقى الفريقان في 6 مواجهات، فاز المنتخب السعودي ب5 منها وانتهت واحدة بالتعادل. ودائما ما تشهد مباريات الفريقين ندية وإثارة كبيرة، ونتمنى أن تشهد المباراة روح رياضية عالية، وكل التوفيق للمنتخبين.